اهلا بكم في الملكي مع مينا. التعادل مخيب للامال لنادي الزمالك بيبعده عن المنافسه على اللقب، خلينا نقول، لان الموضوع فعلا ابتدى يبقى كبير. بيراميدز في حال ما فاز مؤجلاته هيبقى الفرق 7 نقاط، ده فرق كبير جدا. كمان الزمالك ليه 4 ماتشات مش قادر يفوز. طبعا هتكلم على المدير الفني وعلى لعيبه نادي الزمالك على جنب، بس الحكم النهارده لازم ياخد فقره من الحلقه بتاعت النهارده، لان في نوعيه من الحكام زي الكابتن امين عمر والحكم بتاع النهارده ده. بصراحه لازم الزمالك يجمع له لقطات كده ويشتكيه رسمي لاتحاد الكره ولجنه الحكام، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي. الحكم ده السنه اللي فاتت في ماتش البنك الاهلي كورتين، كوره للزمالك في الاول لمست ايد لاعب البنك الاهلي، اعتبر ان الكوره طبيعيه، على الرغم ان الكوره كان ممكن تتحسب ضربه جزاء، وتجاهل ضربه الجزاء نادي الزمالك، حسب ضربه جزاء على بنتايج، لان الكره لمست ايد بنتايج في كوره مشتركه وهم في الهواء، يعني هو فقد السيطره على نفسه، هو داخل بينط في الهواء مع لاعب البنك الاهلي، هم وفي الالتحام في الهواء الكره لمست ايد بنتايج، والحكم راح حسب ضربه جزاء، على الرغم ان ضربه الجزاء المفروض لما تيجي في الايد يا اما تكبر مساحه الجسم يا اما تمنع من جون، وكوره الزمالك كانت اوضح بكتير انها تحسب ضربه جزاء، فهو نفس الحكم كلب ميكيالين في نفس اللقاء. نيجي النهارده كان بيحرجم على واحده، والكره تقريبا الوحيده اللي في الشوط الاول كله اللي لاعيبه البنك الاهلي مش دخلوا جوه منطقه الجزاء، جوه على طرف منطقه الجزاء كده، ومع تلامس كوره لاعب البنك الاهلي اسامه فيصل بيحاول يسحبها، حصل تلامس ما بينه وما بين لاعب نادي الزمالك، لاعب نادي الزمالك لا شده ولا ضربه في رجله ولا اعاقه ولا في اي حاجه، هي كوره فيها تلامس، هو بيسحب الكوره وبيحجز بجسمه وراح واقع. اللمسه اللي ما بين الرجلين دي الحكم حاسب عليها ضربه جزاء. طبعا حكم الفار انا برضو مش عارف هل هو كان مقتنع ان الكره دي ضربه جزاء وشافها من جوه ولا من بره في الاول، وشاف الاحتكاك ده وما ناداش الحكم عشان يجي يبص عليها. علامه استفهام طبعا على موضوع حكام الفار. نفس القصه امبارح النادي الاهلي في دفع من ياسر ابراهيم، حكم الفار كابتن ياسر فرحان تقريبا، الراجل ما شافش حاجه وعدى الكوره وكان بس بيراجع اذا كان في اوفسايد ولا حاجه. النهارده نفس القصه، حكم الفار ما بيجيش يبص على الحكم ويقول له تعالى شوف الكوره. طبعا نظرا لان الفوارق حاليا بقت ضعيفه جدا ما بين الانديه، فكوره زي كده تفرق، يعني كوره واحده بس في اللقاء مؤثره زي ضربه جزاء تتحسب او ما تتحسبش، او جون يتحسب او ما يتحسبش، كفيله بانها تغير نتيجه اللقاء. مش بقى الزمالك والاهلي زي زمان بينزلوا يغلبوا الفرق 3-0 و4-1 و4-2 والكلام الكبير ده، الماتشات معظمها بيخلص 1-0 2-1 3-2 في الرينج ده، فاي كره زي كده بتفرق. الحكم النهارده عمل الكره الاولانيه دي 10 على 10 ضربه جزاء في الدقيقه 29، ريح بيها اللقاء من اولها، جون على الزمالك. ندخل بقى للي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده ان الزمالك في الشوط الثاني طبعا في وقت بدل ضايع كتير، كذا لعيب وقع واتصاب واتشالوا بالنقالات دي وطلعوا بره. المفروض ان يتحسب في وقت بدل ضايع على الحاجات دي، الحكم قرر انه يحسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، وقت قليل جدا على التوقف اللي حصل في اللقاء ده. انت في عندك كولينج بريك، في عندك على الاقل 4 لعيبه دخلت لهم النقالات دي عشان تشيلهم، منهم مصطفى شلبي في الاخر كان بيحاول يطلب تبديل، ما كانش قادر يطلع لان الخلفيه شدت عليه وقالوا له ما فيش تبديل، فمنا ما دخلت له النقاله وطلعته. في لاعب تاني برضو في بدايه الشوط الثاني دخلت له النقاله وطلعته. كتير حصل الموقف ده يمكن حوالي 4 مرات. كل ما بيدخل وبيطلع الجهاز الطبي ده بياخد على الاقل دقيقه ونص او دقيقتين، فانت على الاقل محتاج 9 دقائق و10 دقائق عشان فعلا تحسب الوقت بدل الضايع اللي تم اضاعته في اللقاء. كمان الوقت بدل الضايع اللي جوه الوقت بدل الضايع اللي في ال6 دقائق دول، في كوره كان فاول لنادي الزمالك، اسحاق يعقوبه عطل الكوره دقيقتين عبال ما هو اتحسب الفاول. اخوان بزيره راح يلعب الكوره وقف قدامه وزق اخوان بزيره، والحكم كل ده شايفه وما راحش انظر اسحاق يعقوب. لما اسحاق يعقوب عمل كل اللي في نفسه وضيع الوقت، اخوان بزيره جري ناحيته، راح الحكم موقف اخوان بزيره، ادى اخوان بزيره انذار وادى اسحاق يعقوب انذار، يعني عمل الاثنين نفس المعامله، اللاعب اللي وقف الكوره وقف اللعب
وزق اللاعب اللي المفروض بينفذ ضربه حره مباشره، خد نفس الجزاء لاخوان بيزيرا اللي لما اتنرفز جري ناحيه اللاعب، وكأن الحكم نسوا يدي اخوان بيزيرا اللاعب بقى الفايق في نادي الزمالك نديله انذار عشان بعد كده ايه يحصل تراكم انذارات ويقع اللقاء من الزمالك، زي ما حصل قبل كده لما الزمالك اضطر ان يخلي اللاعب ياخد انذار ثالث عشان يبقى يلعب ماتش النادي الاهلي. نفس القصه النهارده انذار مجاني لان الحكم ما حماش لاعب نادي الزمالك. ده طبعا بخلاف ان لما الوقت خلص بالضربه الركنيه ساب الضربه الركنيه تتلعب، كان بالظبط الوقت عدى 10 ثواني من اللقاء من الدقيقه 96 و10 ثواني راح مصفر، على الرغم ان الكوره طبعا هي ما كانتش كوره خطيره، هي كانت يد ورجل لغايه نص الملعب البنك الاهلي، ولكن الحكم على الاقل كان لازم يحسب الدقيقتين اللي وقفهم اللقاء من الدقيقه 93 تقريبا لغايه الدقيقه 95 ونص مثلا. فالحكم يعني عمل الواجب في ان وقت بدل ضيع قليل، عمل الواجب في احتساب ضربه الجزاء، عمل الواجب في ان الوقت بدل الضايع اللي جوه الوقت بدل الضايع ما يتحسبش، لعيبه نادي الزمالك عادي اخوان بيزيرا يتضرب ما فيش مشكله، مش هدي انذار غير لما اتصيد له ان انا ادي له انذار. فده طبعا اول حاجه حكم اللقاء. نروح لمدرب نادي الزمالك. مدرب نادي الزمالك قبل كده لما تعادل والصحفيين قالوا له هارد لك ومش هارد لك، قال لهم يا جماعه احنا تعادلنا ما خسرناش. بصراحه هو النهارده اثبت ان هو مدرب فرق وسط الجدول، الفرقه اللي لما بتتعادل بتنبسط، الفرقه اللي طالما ما خسرتش فانا ما عنديش مشكله. احنا في نادي الزمالك التعادل اللي انت تعادلته ده بمثابه خساره، وانت يعتبر خسران اخر 4 ماتشات، لما اخر 4 ماتشات ب 12 بونت اذا اخدتهم كنت بقيت اول الجدول، انت تاخد 3 من 12 يعني اخدت 25% بس. يعني حتى مثلا مش الزمالك من ال 12 ده جايب 6 نقط، ده انت من ال 12 جايب 3 نقط. فانت مدرب ما ينفعش تكمل في نادي الزمالك. يعني انا من الناس اللي مؤمنه ان المدير الفني ده لازم يمشي، المدرب ده هو اخر امكانياته ان هو يقف يتفرج على اللقاء، مش مستوعب. الزمالك من الفرق اللي لازم تكسب كل لقاء، وانت بتلاعب فرقه في المركز ال 14، فيعني فرقه في النص الثالث من الجدول، يعني حرام، يعني الواحد مش عارف يقول ايه. انت المفروض ان النهارده نازل تكسب الدقيقه 55 الدقيقه 60. ليه حضرتك شايف ان شيكو بنزا مش قادر يعمل الواجبات الدفاعيه ومش بيهاجم بشكل كويس؟ نزل سيف الجزيري ويلعب باثنين مهاجمين، نزل فتوح وطلع بنتاج قدام، نزل عبد الحميد معالي يلعب جناح شمال، اعمل اي حاجه، انزل باثنين مهاجمين، اعمل اي شغل. الزمالك نزل باثنين مهاجمين في الدقيقه 82 بعد ما كفر سيئاتنا. يعني انا مش عارف انت منتظر لغايه الدقيقه 82 تعمل ايه؟ 82 في 2 لعيبه اتصابوا، انت لعبت في من 82 لغايه الدقيقه 90 اقل من 5 دقائق لعب كوره، في ال6 دقائق لعبنا اقل من 3 دقائق لعب كوره. يعني انت لعبت باثنين مهاجمين في مثلا 7 8 دقائق في طول اللقاء، وانت عايز تكسب من الشوط الثاني داخل، المفروض انك نازل تكسب. كمان كميه التحضير المستفزه وعدم وجود لعيبه في وسط الملعب ينزلوا ويعملوا ترنات عشان يقدر يستلموا الكوره ويعمل 1 2 ويضرب بيها الخطوط دي ملهاش اي 30 لازمه. انت مش قادر تطلع من وسط الملعب بالكوره، وطلعت عبد الله السعيد اللاعب اللي بيعمل لك الترنات دي، نزل مهاجم تاني زي سيف الجزيري والعب كرات طويله على الاطراف وعلى وسط الملعب وعلى منطقه الجزاء. على الاقل حط الكوره دايما جوه منطقه جزاء الخصم علشان يبقى في صناعه للفرص. الزمالك النهارده ما صنعش فرص حقيقيه غير الكوره اللي جت مثلا في العارضه بتاعه اخوان بيزيرا اللي غير محظوظ، تاني كوره تجيله في العارضه اخوان بيزيرا. اهداف لو كانت دخلت كانت فتحت ماتشات. كمان الكوره بتاعه عمرو ناصر اللي يعني ما كانش موفق فيها هو بيحطها. غير كده انا ما شفتش، يعني مش شايف كوره مثلا متشاته من لعيبه وسط الملعب اللي ما حدش منهم بيشوط تقريبا. عمر جابر حاجه غريبه جدا، عمر جابر على طول على الخط، على طول مش بيكمل لقدام. بنتاج شويه ابتدى يزيد مع شيكو بانزا اللي ما بيرجعش يدافع، فاللاعب صد رد. يا حبيبي نزل لاعب يلعب في مركز الجناح الشمال يساعد بنتاج، او ارمي بنتاج قدام وحط وراه احمد فتوح عشان تعمل جبهه
والعب على الكروسات العرضيه وحط 2 جوه منطقه الجزاء، وخلي ناصر ماهر يكمل معاهم من وسط الملعب. على الاقل لازم يبقى في 2 أو 3 جوه منطقه الجزاء في كل كوره. كمان خلي اخوان بزيرة يضم شويه جوه وسط الملعب، وخلي عمر جابر يمسك الطرف في تحضير الكوره. لازم يبقى في حركه، لازم يبقى في ديناميكيه في اللعب بالطريقه دي. اخوان بزيرة بيستلم الكوره بظهره، ايا كان مين اللاعب اللي وراه قوي هيدخل يخبطه. في كام كوره عمل فيها ترنات وعمل حلول، بس الطبيعي انك انت اسند الكوره على لاعب قوي زي عدي الدباغ يديها لاخوان بزيرة هو جايب وشه. يعني خلي اللي بيستلم بظهره مش من الطرف ومن نص الملعب، العب الكوره لعدي الدباغ يسندها لاخوان بزيرة اللي يقدر يروح بوشه ويعمل لك خطوره. اعمل المحطه دي على عدي الدباغ مش على اخوان بزيرة. مفيش اي تفكير، مفيش اي كرييتيف، مفيش اي حاجه بتتعمل. النهارده الزمالك سيء جدا. يمكن اخوان بزيرة فايق عمل كام كوره، ناصر ماهر النهارده فايق عمل كام كوره، لكن في المجمل في كوارث. يعني مش ممكن الزمالك ما عندوش. يعني ماتش النادي الاهلي امبارح، النادي الاهلي عمل فرص خطيره كتير. انا ده اللي انا نفسي الزمالك يعمله، الزمالك يعمل فرص خطيره كتير. خلاص في لاعب غير موفق مش مشكله، ولكن احنا عندنا 2 مهاجمين كويسين فايقين. يعني عدي الدباغ شغال، وعندنا لاعب زي سيف الجزيري المفروض انه ابتدى ياخد في الماتشات فيشتغل. غير كده عندك احسن جناح يمين في الدوري المصري اخوان بزيرة، اديله دايما وضعيه الواحد على واحد وسيبه يعدي. لكن انت حتى مش قادر تستغل ان عندك لعيب الترقيص عنده عالي جدا، فانت حطه بس في موقف 1 لواحد، جمع اللعب واعمل له كره الكروس القطري على رجله وهو هيتصرف ويجي عمر جابر من وراه. انا شفتش اي لعبه النهارده من نادي الزمالك في موضوع ان الجناح سواء شيكو بنزا ويجي وراه من وراه بنتايج، او عدي الدباغ بيستلم كوره، او اذا كان من ناحيه اليمين اخوان بزيرة يضم وعمر جابر يفتح كروس، وهتلاقى الجناح الثاني مكمل مع عدي الدباغ ويبقى فيه 2 وفي واحد من نص الملعب يدخل ثالث. دي اللعب الكوره اللي الزمالك لما عمله قدام فريق النادي المصري اللي هو اقوى بكتير جدا من البنك الاهلي، الزمالك قدر يكسب 3-0. الزمالك كانه فقد الذاكره في اللقاء اللي قبل لقاء النادي الاهلي. قبل النادي الاهلي الزمالك اتعادل وبعدها سواد. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. الزمالك فجاه نسي الكوره، الزمالك فجاه نسي ازاي يطلع بالكوره. الزمالك كان احسن فرقه في الدوري المصري يقدر يطلع بالاستلام والتسلم ويفتح عرض الملعب ويبتدي ينقل الكوره ما بين الخطوط، لدرجه ان حتى الزمالك لما تعادل في اللقاء اللي قبل النادي الاهلي كنت قلت ان التعادل ده بسبب ان في تعديل طارئ، ان واحد زي دونجا اتصاب بشكل عرضي في اللقاء، فنتج عنه ان مفيش حد في مركز 6 جاء فينا جول وخلصنا. لكن في ماتش النادي الاهلي انا كنت متوقع الزمالك هينزل يفرم الاهلي في الاستلامات والتسلم والطلوع بالكره. الزمالك ما قدرش يعمل الحكايه دي خالص قدام ماتش النادي الاهلي، وفقدها الى هذه اللحظه. انا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني هم فقدوا الذاكره ولا كانوا بيتمرنوا على حاجه، ولما تلاقوها ظبطت راح المدرب قال بلاش خلاص كفايه دي مش هنتمرن عليها تاني، نعمل حاجه جديده. مش ممكن اللي بيحصل. مش لاعب النهارده مش في مستواه، القصه مش قصه لاعب مش في مستواه. لعيبه نادي الزمالك كافراد وككواليتي لعيبه ممتازه. يمكن اسوا واحد النهارده كان شيكو بنزا، ولكن الاسوا من الكل المدير الفني. المدير الفني هو اللي بيوجه اللعيبه، هو اللي بيعمل التغييره. شايف شيكو بنزا ما بيرجعش كويس، ما بيضغطش كويس، مش قادر يلعب، اركنه ونزل لاعب يديك نفس في الماتش. عايز تكسب العب ب2 مهاجمين. انت طبيعي لو لعبت ب2 مهاجمين قدام البنك الاهلي هو ما كانش هيجرؤ انه يلعب ب2 مهاجمين عليك. النادي البنك الاهلي بيلعب باسامه فيصل ويوقع النور على اعتبار ان الزمالك ممكن تطلع منه كره يعمل كاونتر اتاك يجيب فيه الجول. وده امر احنا كجماهير نادي الزمالك عارفين ان النادي البنك الاهلي هيعمله. ف يعني اذا كان احنا كجمهور قاريين الماتش ان لو الموضوع استمر البنك الاهلي هيلعب على الهجمات المرتده وعنده سرعات وعنده لعيبه تقدر تخلص،
فانت كمدير فني محضر للقاء وشايف الفرقه ومحللها 100 مره، المفروض لازم كنت تعرف ان الفرقه دي مش سهل انك تجيب فيها جون، وفي ظل ان الزمالك على مستوى الطلوع بالكره ضعيف، بنضيع وقت طويل جدا في نقل الكره ما بين الثلاثه اللي من ورا. وحتى لما هم بيعملوا بريسنج علينا، انت بتلعب الكره الطويله لاخوان بزيره اللي المفروض يستلم بظهره كره طويله، او ناصر ماهر يستلم بظهره كره طويله. يا حبيبي العب الكره الطويله على المهاجم الصريح، سواء عمرو ناصر او سواء عبيد الدباغ، او حتى لما الجزيري نزل مع عمرو ناصر، العب الكره الطويله على المهاجم الصريح. هم هيعرفوا يحجزوا على الكره ويطلع الجناح اللي جاي بوشه. مش ممكن المدير الفني لنادي الزمالك المفروض يمشي. انا عارف ان الزمالك مش قادر يمشي المدير الفني علشان في مستحقات ماليه ليه لازم تتوفر ومش متوفره، وفي صعوبه كبيره جدا انك تجيب مدير فني واعد حاليا في المدير الفني الواعد. لان بالصدفه دلوقتي بقى جوميز بقى فاضي، على الرغم ان قبل كده جوميز ما كانش فاضي. بس مشكله جوميز ان راجل عايز دايما ياخد فلوسه حضره. يعني لو هنجيب جوميز ونمشي الراجل ده النهارده، لازم حد كابتن ممدوح عباس او ايا كان مين من البني ادمين اللي بينتموا لنادي الزمالك يتعهد بان المدير الفني ياخد الراتب بتاعه، وجون ادوار يتفاوض معاه على راتب يقدر الزمالك يستمر في سداده. لان جوميز لو مسك الفرقه حتى من بكره، في امل ان احنا نعمل حاجه. مدير فني اتقل بكتير جدا من كابتن فيريرا، اللي ما يومتش بصله خالص لفريرا الكبير اللي كان بيعمل معجزات بصراحه. جوميز يقدر يعمل حاجه، جوميز فعلا يقدر يعمل حاجه، بس جوميز مش هيصبر عليك من الناحيه الماليه، وجوميز لازم تقفل له العقد بتاعه. الجوميز احنا مجربينه مدير فني كويس، تعاقد معاه لمده سنه ونص وحاول توصل معاه المبالغ لحاجه قريبه، مثلا 35,000 دولار 40,000 دولار في السكه دي، وحد اتعهد ان كل شهر الراجل ده ياخد الراتب بتاعه علشان نقفل على قصه المدير الفني. لان بالطريقه دي احنا هنروح في سكه سوداء. يعني احنا حاليا سيراميكا يعني طبعا بيراميدز بنسبه 90% حاليا ياخد الدوري المصري، لان الاهلي بصراحه مش هيقدر برضه يعمل حاجه قوي الا لو اتسند سنده جامده من الحكام. فرقه السيراميكا لسه عندها ماتش مباشر مع بيراميدز، واعتقد ان بيراميدز هيكسب، لان علي ماهر مدير فني كويس بيعرف يلاعب فرق الدوري المصري كلها، بس الفرق اللي اتقل منه في السكواد مش بيقدر عليها. يعني ما بيقدرش يعمل المعجزه، ولكن اي ماتش هو احسن كسكواد من الفرقه اللي قدامه بيعرف يلعبه وبيكسبه. والدليل على كده ان تقريبا الماتشات اللي خسرها هو ماتش الاهلي والزمالك بس، باقي ما باقي هو ماشي بشكل كويس. ولا يمكن يكون كمان ان سيراميكا لعب مش متاكد اذا كان سيراميكا لعب بيراميدز ولا لا، ولكن يعني سيراميكا حاليا في وضع افضل بكتير جدا من نادي الزمالك. مش عارف بصراحه يعني مجلس اداره نادي الزمالك وجون ادوار هيعملوا ايه مع الراجل ده. لكن بصراحه النهارده انا جبت اخري من فيريرا، لانه مستحيل كده. هو كده مش يعني الشوط الثاني هو شوط المدربين. لما كل الناس تبقى واخده بالها ان نادي الزمالك الشوط الثاني دايما عنده مشكله، يبقى احنا عندنا مشكله في المدير الفني، ما عندناش مشكله في اللعيبه. لازم اداره نادي الزمالك تتصرف في الموضوع ده، لازم اداره نادي الزمالك وجون ادوارد يتصرف في الموضوع ده. المدير الفني ده خطر على الزمالك. طالما المدير الفني اقصى اماله اني لو اتعادلت اوكي ما عنديش مشكله، لازم المدير الفني يتغير، لان مش هنقدر ننافس على اي حاجه بالطريقه دي. وربنا يستر في بطوله السوبر المصري، لانك هتلاعب اقوى فرقه في مصر، هتلاعب بيراميدز. وحتى لو عديت بيراميدز هتروح تلاعب الاهلي اللي سيء زيك، ولكن اللعيبه بتحاول تطلع المجهود اللي عندها، والمدير الفني حاليا بيحاول يدفع اللعيبه لخطه لعب واضحه في ان هم يسيطروا على الكور عن طريق وسط الملعب وعن طريق الاطراف. الاهلي امبارح كان شكله كويس، احسن بكتير جدا من الزمالك. اتمنى الافضل لنادي الزمالك، وان شاء الله نشوف تغيير
يفرح جماهير نادي الزمالك الفترة اللي جاية. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.